السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. جدل واسع في الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة، وده بسبب واقعة غريبة وغير معتادة. كلنا متعودين في الأفراح بيكون في موضوع النقطة إن حد بيطلع أموال معينة تحية لصاحب الفرح أو العريس أو أي شخص موجود في المكان. لكن الغريب إن التنقيط يكون في مجلس عزاء. ده اللي حصل بالظبط في محافظة الدقهلية، وبالتحديد في قرية الزهيرة مركز السنبلاوين، زي ما شفنا قدامنا في الفيديو دلوقتي. أثناء مجلس عزاء والشيخ بيقرأ القرآن، ظهر أحد الأشخاص المتواجدين في مجلس العزاء وبيحمل في يده عقد من النقود. وقف اتكلم مع الشيخ إن هو لازم ينقطه أو لازم يحييه، أو بيعتبر إن دي تحية منه للشيخ زي ما احنا شفنا في الفيديو دلوقتي. طبعا الشيخ كان بيقرأ قرآن وفوجئ بهذا الموقف. الشيخ محمود الأزاز أحد مشايخ مصر المعروفين واللي ليهم صوت مميز في قراءة القرآن. الشيخ محمود الأزاز تعامل مع الموقف بكل هدوء وعقلانية، ووضع الأموال بجواره ثم أكمل قراءة القرآن الكريم. طبعا موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن هذا الفعل لا يليق بهذا المكان، وإن احنا غير متعودين على هذا المشهد. الشيخ محمود الأزاز اتكلم وقال إن هو مرضيش إن هو يحرج هذا الشخص حتى لا يفسد مجلس العزاء. وبعد انتهائه من قراءة القرآن الكريم قام بإعطاء أصحاب هذا المجلس الأموال، قال لهم دي من حقكم. طبعا بعد موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعد ردود الأفعال الكبيرة جدا، نقيب قراء مصر استنكر هذا الفعل بشكل كبير جدا ووصفه بالسخيف، ونزل بيان للقراء عن كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. طبعا الواقعة اللي شهدتها محافظة الدقهلية أثارت زي ما قلنا حالة من الجدل في مصر وفي العالم العربي كمان، وطبعا ردود أفعال واسعة. ودي كانت متابعتنا النهاردة، متابعة خاصة بواقعة تنقيط أحد المشايخ في مجلس عزاء بمحافظة الدقهلية وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلف. متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع الأخبار، وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوه موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.